ولا يزال الحديث متواصلا عن الكرة المستخدمة في مونديال جنوب أفريقيا بعد أن تزايدت حدة الشكاوى منها من قبل أفضل حراس المرمى حول العالم. جهاد يوسف تابع الجدل القائم حول كرة جابولاني وعد لنا التقرير التالي. في الوقت الذي ينتظر فيه العالم بأسره صافرة البداية لمونديال جنوب أفريقيا، يبدو أن حراس مرمى المنتخبات المشاركة يرتعدون من كرة القدم المخصصة لمنافسات هذا المونديال. الكرة التي أطلقت عليها الشركة المنتجة اسم روح الفريق تتميز بسرعتها وخفة وزنها وقدرتها على المراوغة بشكل أكبر مقارنة بالنماذج السابقة، إضافة إلى أن حجمها يعد أصغر نسبيا، الأمر الذي يجعلها تغير اتجاهها في طريقها للمرمى، وهذا ما قاد أفضل حراس المرمى لانتقادها. شركة أديداس التي أنتجت هذه الكرة كان هدفها الأول زيادة عدد الأهداف في المباريات لمنح الجماهير مزيدا من المتعة، لكنها لم تضع في الحسبان حجم المشاكل التي سببتها لحراس المرمى الذين باتوا ينظرون إلى الكرة على أنها خصمهم الأول، حتى وصل الأمر بجوليو سيزار حارس البرازيل أن وصفها بالكرة التي يمكن شراؤها من أي سوبر ماركت. وجاء تأكيد الباحث الأسترالي ديريك ويبر بأن تحرك الكرة في الهواء سيخلق مشاكل لحراس المرمى ليؤكد مزاعمهم. يطلق الأفارقة على هذه الكرة اسم جابولاني، وتعني بلغة الزولو الإفريقية السعادة. من أطلق عليها هذا الاسم لم يفكر بالفريق الخاسر، فهذه الكرة كما ستمجد فريقا ستسقط آخر، ولكنها ومن دون شك ستمنح السعادة والمتعة للجماهير المتابعة. جهاد يوسف، الجزيرة الرياضية.